بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحياة الزوجية مش مجرد إن الزوجة تعمل الأكل والشرب وتهتم بالأمر ده فقط، ولا مجرد وجود زوج وزوجة وأولاد تحت سقف واحد. لا، هي رسالة وهي مسؤولية على عاتق الاتنين، على عاتق الزوج والزوجة. والبيت المسلم لازم يكون بيت منظم وهادي ونظيف وفيه من السكن والهدوء. الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا الطيب، ونظيف يحب النظافة. والحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، بيوصل لنا مشاكل كتير من بعض الأزواج وبيشتكوا من عدم نظافة زوجاتهم، سواء في أنفسهم النظافة الشخصية أو في بيوتهم. وده بيسبب ليهم مشاكل كبيرة جدا جدا. يعني على سبيل المثال بعض الأزواج بيقولوا إن زوجته بتسيب المطبخ بالمواعين بالبوتاجاز أعزكم الله، باسكت الزبالة، كل حاجة في المطبخ بالأيام، ما بتكلفش خاطرها تعمل فيها حاجة لحد ما الحشرات تبدأ تنتشر في المكان ويبقى أصلا ملوث، ويبقى يخاف على الأولاد من التلوث. والبعض الآخر بيقول يا طول النهار ماسكة التليفون، قاعدة على السوشيال ميديا، لو هتنظف مكان هتنظف المكان بس اللي هي هتقعد فيه أو هتصور فيه حاجة على الموبايل أو بتاع. عمرها ما نظفت البيت إلا لما يحصل خناقة كبيرة ومشكلة كبيرة بيني وبينها وأدخل أبوها وأدخل أمها. يعني النظافة بالنسبة لها مش أولوية في يومها، لا بالعكس. يعني جالها مزاج تنظف ماشي، ما جالهاش مزاج ماشي عادي برضو، بس الأغلب إنها مش بتنظف. وتلاقي أزواج كتير بيقولوا إحنا ما بنحبش نقعد في البيت وبننفر منه جدا، وبنقعد فترات طويلة بره مع أصدقائنا، سواء بقى في كافيه أو على قهوة أو أي حاجة، لأن البيت كله بيبقى يعني صعب جدا إن احنا نعيش فيه. وبالتالي هم ما بيقدروش يستقبلوا أصدقائهم في البيت أو يدعوهم أو حتى أهله إلا فين وفين، إلا لما يكون متأكد بنفسه إنه البيت بقى نظيف وزي الفل، وإن هو يقدر يدخل حد. ولما بيخش بيوت أصحابه بيقعد يتحسر على نفسه. طب إيه المشكلة لما مراتي تكون نظيفة زي مثلا زوجة فلان وفلان وفلان؟ ولما بنيجي نسأله طب ما يمكن تعبانة، يعني انت برضو خليك رحيم بيها، ما يمكن هي تعبانة ومش قادرة انها تنظف. لا والله، ده هي زي الفل. ولما اصحابها يكلموها جري بتنزل تلبس بسرعة وتبقى بره على سنجة 10، لكن في البيت يعني سيئة جدا جدا. طب ما يمكن حامل، والحمل متقلها ونفسها والحاجات اللي احنا عارفينها دي اللي بتحصل في الحمل. لا هي مش حامل وزي الفل. وبعدين هم كل الحوامل بيوتهم مش نظيفة، وانا كتير من الحوامل عارفة هيقولوا ده احنا حوامل يا جماعة وبيوتنا زي الفل. مش بالضرورة ان احنا تكون بيوتنا مش نظيفة علشان احنا حوامل. بس طبعا اكيد في فروق فردية، مش كل الحوامل صحتهم زي بعضها. هو الموضوع مش بسيط، لأن إهمال الزوجة في نفسها وفي بيتها مش بيضايق الزوج بس، ده كمان بيهز احترامه ليها وبيخليه ينفر من البيت ومش عايز يقعد فيه. وللأسف بعض الأزواج بيبدأ يدور على راحته بره، ما بين قوسين. راحته بره دي بقى اللي هي إيه، وممكن يعمل إيه؟ هنعرف كل التفاصيل دي إن شاء الله مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أستاذة أشجان. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ندى؟ ربنا يبارك فيك أهلا يا رب. وسهلا، أهلا أهلا وسهلا فيكي بحضرتك. والمشاهد. الحقيقة الموضوع مهم، وفي غاية الأهمية. مش مهم بس لأنه هو من أصل الدين ومن صميم الصفات الفرد المسلم، سواء كان ذكر أو أنثى. فخلينا نتكلم الأول عن معنى الإهمال. إيه مظاهر الإهمال والتقصير وعدم النظافة، علشان نقدر نحكم على هذه الزوجة إنها فعلا مش نظيفة. مش أي حد هيسيب طبقين في الحوض هيقول عليه مش نظيف. صحيح. يمكن الموضوع هيبان من بره ان يعني بتتكلموا على حاجة ثانوية ودي من البديهيات وما ينفعش نتكلم فيها، ولكن مش عايزة أقول مؤخرا إن هي بقت يعني مش هترقى لحد ظاهرة، ولكنها مشكلة موجودة في بيوت حديثات الزواج بشكل ملاحظ. إن بقت شكوى متكررة، سواء من الزوج نفسه أو على فكرة من الزوجة نفسها، إن هي تقول أنا مش عارفة أعمل حاجة في البيت، أنا ما بعرفش أنظم البيت، أنا ماليش في شغل البيت. فبالتالي في نوع من أنواع التقصير نتج عنه شكل من أشكال
الشكوى من الزوج، وبالتالي في خلل في الحياه الزوجيه. طب هي المشكله دي يعني احنا برضو عشان ما تبقاش هي واسعه، كلمه الاهمال كبير قوي. يعني لما مم. نقول على حد نصف ان هو شخص مهمل، مم. فهي دي كلمه فضفاضه وكبيره قوي. هل هو مهمل في نظافته الشخصيه، ولا مهمل في شكل البيت؟ والاهمال اللي انا شايفه ده من وجهه نظري انا، ولا هو اهمال حقيقي؟ يعني في ناس هي بالظبط بتحب بالظبط. الترتيب زياده، بتحب يعني في بعض الازواج يقول لي هو بالنسبه له زي ما انت بتقولي الطبق الواحد هو كده اهمال، ان الباسكت بتاع الزباله ما اترمتش هو كده اهمال. ممكن تكون هي مخليه الدنيا زي الفل مثلا، او في حاجه، ودي بعض الهفوات. فلازم ايوه. نبقى فاهمين ان الاهمال اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، او اللي بتختص بالبيوت، بعض البيوت اللي هو عامل ازمه كبيره، هو مم. اللي عامل الازمه دي هو الاهمال الكبير. يعني ايه الاهمال الكبير؟ مم. يعني هو يصل هو نوع من انواع التكاسل وعدم العنايه وعدم مم. النظافه، ترقى لحد تراكم المسؤوليات. يعني انا بتكلم على حاجه اصبحت ملفته، انا بتكلم على اهمال واضح، رؤيه العين مم. وملموس. ايوه. فبالتالي وهو اما يكون ان هو شخصي او مادي في البيت نفسه، لان ده له مشكله وده له مشكله، ولكن في الغالب بيرتبط الاتنين ببعض. بس في مم. ناس بتبقى متزنجفه كده وزي الفل ونظيفه، او مهتميه بالشكل قوي، ولكن اه. الجوهر في البيت هي زي ما انت بتقولي كده، هي بس بتظبط عشان تصور، بتظبط عشان تنزل، بتظبط عشان اصحابها جايين، ايوه. جزئيه معينه، انما هي اه. الباقي كله لا. فده مم. بيبقى عندها ايه؟ عندها نوع من انواع التسويف. انا عارفه ان الحاجات دي المفروض تتعمل، بس انا ما بعملهاش، انا مش قادره، مم. انا مش مرحله، انا تراكمت عليا الامور، انا ماليش مزاج اعملها. انما ايوه. في اهمال، عدم معرفه، انا ما اعرفش ان الحاجات دي بتتعمل، انا ما اتعودتش على ده. وعشان كده مم. هو هنا الاساس، او 70% من الموضوع هو تربيه ونشأة. يعني صعب جدا البيت يكون هو متربي ان شكل الاكل بيبقى ازاي، وشكل النظافه، وشكل اللبس، وشكل الاهتمام، ايوه. والمظهر العام بتاع البيت بيبقى ازاي، مم. ويطلع منه حد هو ممكن يعني في شكوى الغالبيه يقول لك ولادنا مش نضاف، ولادنا مش مهتمين. لا، هو عنده نوع من عدم العنايه، ولكن هو عارف ان الحاجات دي تتنظف، عارف ان البيوت تتشال، بالتأكيد. عارف مم. ان المكان يبقى نظيف، عارف ان الباسكت يبقى كذا، عارف كذا، هو عارف كل الكلام ده، ولكنه مكسل، ولكن في ما بيعرفش يأدي ده. فاللي احنا بنتكلم النهارده على الانماط دي كلها، النمط اللي مم. هو مش عارف يعمل طب انا اصلا. عايزه انا يعني بعض المظاهر يا استاذه اشجان، يعني لو الزوج لقى المظاهر دي في بيته يبقى يقول على زوجته ان هي مهمله وكسوله ومش نظيفه، لكن لو اقل من كده لا، الامر ممكن ان هو يتحل. فقولي لنا ايه المظاهر. لو احنا هنتكلم على المظاهر، احنا برضو مش عايزين نحط ان كل واحد بيحط زوجته تحت الميكروسكوب. انت النهارده بتقيم زوجتك هي نظيفه امم. ولا مش نظيفه. ايوه، انا اول شفت حبه مظاهر في قوارير، فانا هروح اطبقها حاجه، عليها، ولو ما او لقيتها فيها يبقى هي انا سمعت مهمله. انا سمعت ان ما ينفعش تنامي ويبقى في اطباق في المواعين، او في الحوض، او ما ينفعش يبقى كذا، او ما ينفعش يبقى كذا، يبقى انت كده امم. مش نظيفه. احنا مش في مجال ان انا الزوج يقيم زوجته، احنا لازم نبقى حاطين قاعدة ان احنا الاتنين متفقين عليها، بتبقى في العقد واول الزواج، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المهام، وايه الحاجات اللي فيها تكليف. يعني انا بطلب منك يوميا مثلا ان حضرتك تاخد زباله وانت نازل، بطلب من حضرتك يوميا ان انت تجيب لي بعض المعرفش ايه المناديل، بطلب منك كذا، وانا بطلب منك كذا. فكل واحد امم. بيطلب من التاني الحاجات الاساسيه الابجديات ان البيت يمشي صح. طب انا كزوجه ما اتجوزت او لقيت زوجتي مش باصه للموضوع ده، يبقى لازم نتكلم في الموضوع ده. وده بيرجع لان في رجاله شديده النظافه، يمكن شريحتها مش كبيره قوي، بالظبط. لكنها بتهتم اه. بالتفاصيل الصغيره. الرجاله من عادتها بالظبط. مش بالتفاصيل. وفي ناس تانية هي بالنسبة لها الأمر يبقى عام، أنا عايز البيت مش مكركب، مش عايز اللعب مالية الدنيا، مش عايز المواعين، مش عايز حلل كتير، مش عايز أكل بايظ في التلاجة. امم. فبيبقى عايز هو الشكل العام يبقى كويس. فاحنا بنحط الكلام ده أول الجواز، إن إحنا البيت بيمشي إزاي. وده اللي بيخلي بنات كتير ما بتبقاش فاهمة
هو لان على فكره اداره البيت ومسؤولياته هي مهمه صعبه مش سهله. ان انا ازاي بالتأكيد ابقى مسؤولية. زوجه حتى لو ما بتشتغلش، ده اللي بتشتغل دي مضاعف، انما ان هي تبقى ما بتشتغلش، انها فاهمه كويس جدا ان الصبح ايه اللي يتعمل، بعد الظهر ايه اللي يتعمل، زوجي كما يرجع ايه يتعمل، لو عندك اطفال مم. صغيرين، لو عندك مم. ناس في مدارس اطفال، فتبقي فاهمه هي الدنيا ماشيه ازاي. تمام. اللي تمام. حاصل في 80% من البنات، او خلينا نقول 70%، ان هي مش عارفه الدنيا تمشي ازاي. يعني هو اه يجي يلاقي اللعب كلها في الارض، يجي يلاقي كذا، هدومه ما اتغسلتش لان اصل هي ما نمت لسه مش عن. يعني هي لسه مش عارفة توازن. بس خلي بال حضرتك يا أستاذة أشجان، احنا مش عايزين نقصر الكلام على حديثات الزواج. احنا في شكاوى بتوصل لا لا لنا لا، من زوجات يعني بال 15 وال 20 سنة 20 زواج، سنه يقول لك طبع بالظبط. سنين طويلة جدا وانا اني تعبت واستحملتها كتير. طيب خليني ارجع معاكي خطوة لورا واتكلم عن الاسباب. ايه الاسباب اللي بتدفع زوجة انها تكون مش نظيفة في بيتها، وانه ما يكونش اولوية في بيتها ان النظافة وان البيت يبقى زي الفل؟ ما بنقولش تهدي نفسك وتضيعي صحتك، لا، على الاقل الحد الادنى من النظافة. المطبخ نظيف، مفيش حاجات ريحتها وحشة، الدنيا الهدوم على الاقل مغسولة، ريحتها مش وحشة في سبت الغسيل. يعني ايه اللي يخلي زوجة تقبل على نفسها وتعيش في نمط الحياة ده، ولا هي مريضة ولا هي تعبانة ولا هي مشغولة ولا هي يعني ما عندهاش اعذار اللي احنا لسه هنتكلم عنها؟ ايه الاسباب؟ اول حاجه انا شايفاها واهم حاجه موضوع التربيه. انا لو امم. فاهمه ان النظافه جزء كبير من يومي، انا لو بنوته من وانا صغيره وماما مفهماني النظافه الشخصيه شكلها ايه، ولما بكبر شويه بتبقى عامله ازاي، ولما ببقى انا ماما عطياني جزء من مهام اليوم، لو انا طالبه جامعيه اول ما خلصت الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، فهي عندها نوع من انواع تدرج المسؤوليه، فاهمه البيت بيمشي ازاي. انما للاسف نتيجه التدليل، نتيجه ان عدم الامهات بتحب تريح بناتها شويه، ان وسائل الرفاهيه زادت، ان في مكنسه وفي معرفش ايه وفي ايه وفي ايه في ايه، خلاص ده في يوم او في ساعه الدنيا تتلم. فبالتالي الام هنا التربيه هي الاساس، ان انا كأم ما زرعتش في البنت هي الدنيا بتمشي ازاي، وايه الحد امم. الادنى اللي ما تنزلش، يعني خلاص هو ده اخرك ما ينفعش تنزلي عنه. يعني امم. حضرتك سايبه الغسيل يومين ما ينفعش التالت يبقى كذا، والله في المفروض حاجه تتنشر ما ينفعش نتعدى على ده. فهي الفكره ان ما بيبقوش معلمين ان هو الحد الادنى اللي ما ينفعش انزل تحته، مش الحد الاقصى اللي اوصل له، انا بتكلم على الحد الادنى. دي الادنى. نقطه. النقطه الثانيه فكره الترويج للبعض الامور، الست غير ملزمه، العنوان الكبير، انا مش ملزمه اطبخ، مش مش لا ملزمه، تنظف مش ولا ملزمه ولا ملزمه انها ترضع ابنها ولا ملزمه باي شيء. بالظبط. وان الاهم في كل دول ان انا يبقى لي دخل ثابت، وان انا ابقى بشتغل، وانا مهندسه وانت مهندس، وانا دكتوره وانت دكتور، وانا مدرسه وانت مدرس. ايه المشكله ان انا بشتغل زي زيك وبدخل زي زيك، فاحنا نجيب حد يساعدنا في البيت، او الكلام ده مش مشكله طالما بنبني نفسنا، او انت بتاخد بالك من تفاصيل صغيره. فاول اه. حاجه بتبقى ام. تاني حاجه فكره الزرع الافكار. تالت مم. حاجه طبيعه شخصيه. الطبيعه الشخصيه طبيعه هنا شخصيه. في ناس هي طبيعتها تقيله كسوله. يعني انا مم. معايا بعض المشكلات هي عارفه ان ده يتعمل بس مش عارفه تعمله ازاي، او ان هي نفسي اعمل ده بس مش قادره، صحتي مش مساعداني. هي خلاص اتربت ان هي طاقتها ما بتجيبش غير انها تروق مثلا اوضه، طاقتها جايباها ان هي لو طبخت مش هغسل مواعين النهارده، المواعين بكره. فهي مم. طاقتها هي حصرت نفسها بشكل ده، ممكن ما يكونش عندها عيب جسدي ما يعني، عندهاش مشكله صحيه، بس هي يعني زي ما بتقولي هي حصرت طاقه. نفسها كده. بالظبط. هي بقى يعني حجمت نفسها ان انا ما بعرفش اعمل ده. لازم نبقى برضو متفقين ان في تفاوت، يعني طاقتي غير طاقتك غير طاقه فلانه. في واحده تقدر تعمل البيت كله في يوم، في واحده لا. ترتيب الاولويات مهم. يعني في حد يقول بالتاكيد. التنظيف العميق، انا مفيش حاجه اسمها الثلاجه بطلع كلها واغسلها واحطها فيه، لا المع وبس. فهي فكره الاولويات وشكل الحاجه تتم ازاي ده مختلف من شخص للتاني، مم. وبيرجع شويه لقناعته وتربيته. فهي عشان كده بنقول هما الثلاث حاجات دول هو اللي بيخلي الواحده بعد الجواز بقى انا كان نفسي اعمل بس انا مش قادره. لا على فكره انت المفروض تجيب لي خدامه. يعني لسه امبارح مم. حد كان بيتكلم ان هي ايوه. فكره انا مش مم. قادره، يعني هي لسه عروسه، هما اتنين، فكره مم. لازم يبقى معايا حد. فكره ان هي من البدايه قالت له انا ماليش في الطبيخ، ما بعرفش اطبخ، ما هو مم. ده، لان ماليش في الطبيخ ده برضه المطبخ. مشكله كبيره.
فهي فكرة بقى ان احنا كل واحد حاطط نفسه في القالب ايه. اللي عندها المشكلة دي بقى لها 15 سنة و20 سنة، ونعرف ناس بقى لها 30 سنة الزوج بيعاني من نفس المشاكل في اه. النظافة والنظافة الشخصية ونظافة البيت ونظافة امم. الأولاد وكل ده. وان ما بتتمش النظافه يا استاذه اشجان، في بعض الازواج بيقولوا ان انا بيتي ما بينضفش الا بخناقه، خناقه وتكون خناقه كبيره جدا وقاعد فيها باباها مامتها اخوها، ويبقى الاهل مغلطينها، يعني كمان الاهل مش عاجبهم الوضع ده، وهو بيجيب الاهل في وضع البيت بيفرجوا وضع البيت عشان امها، يعني زي ما بنقول ستر وغطى عليها، يعني محدش غريب، هو ما فضحهاش قدام حد، هو جايب امها او جايب ابوها، اتفضل يا عمي شوف ينفع اعيش كده، طب شايف هدومي، شايف الاولاد مظهرهم عامل ازاي. ففي اللحظه دي لما ابوها وامها يشدوا عليها تبدا تنظف البيت يومين 3 اسبوع بالكتير، والبيت وترجع. يرجع تاني زي ما كان. فالواحد بيستغرب، ليه حبيبتي انت اصلا جميله وزي الفل والحمد لله ربنا منن عليكي بالصحه وبالعافيه ومديكي اولاد، فليه تعملي كده؟ هي بقى بتبقى زي ما بقول لك، هنا انا حاصره نفسي في ان انا ما بعرفش اعمل غير ده. النقطة التانية قناعتي الشخصية، أنا شايفة إن ما يجراش حاجة. يعني أنا مثلا لما أقعد أناقش، على فكرة ما كانش زمان بتجيلي المشاكل دي قوي. فكرة النظافة، فكرة تنظيم اليوم، فكرة الاهتمام بالنظافة الشخصية، فكرة إن البيت ما كانتش بتيجي قوي. يعني كانت تيجي مشكلة أغلبها كبار، يعني يبقى زوج بيشتكي إن يبقى له 30 سنة أو 25 سنة هو بيعاني من الأمر ده. فغالبية بتوع زمان بتبقى تربية، لأن أنت زمان دي ما كانش في حتة سوشيال، ما كانش في أفكار نسوية. هي بيت، هي طالعة من اه البيت اه. شايفة إن إحنا والله بنكنس على الأعياد، إن إحنا الدنيا ما يجراش، إن إحنا ماشيين على العفش، على البيت، على السجادة، إن شايفة إن بنكنس كده وخلاص مش لازم مسحة. يعني عارفة الدنيا معاهم بسيطة. فدول اللي هم إلى حد كبير اللي هم كبار، اللي هي هو تجاوز عن ده في سبيل إن هي طيبة، في سبيل إن هي ما بتعملش مشاكل، في إيه، في سبيل إنها بتخدم أمه. عارفة دول بتوع زمان. الأجيال دي بقول لك في تدخلات كتير، حتة الأفكار النسوية، فكرة إن هي اه. طاقتها، فكرة إن وهم الأهالي. شايفين دلوقتي، لو حضرتك تتذكري احنا كنا سجلنا سابقا حلقة عن ان الست اللي مش نظيفة هي دي اللي بتتقدر، هي دي اللي الزوج بيشيلها على راسه، ودايما ينزلوا صور مطابخ صعبة جدا جدا ومش نظيفة نهائيا، ويقولوا بصوا صاحبة المطبخ دي هي اللي بيتعمل لها حساب، هي اللي بتتشال على الراس، لكن النظيفة اللي موتة روحها بالنظافة ولا حد بيعبر. هي طيب والله انا عايزة معلش. اناقش معاكي 3 انماط يا استاذة اشجان من اه. السيدات في النوع ده. النمط الأول من الزوجات تهتم بنفسها جدا، يعني امم. برنسس في بيتها على طول، وهي فعلا نظيفة وأمورة وشيك، ما تستقبلش جوزها إلا بأشيك حاجة، لكن البيت من وراها ما يتشافش، ما صح. يطقش نهائيا نهائيا، وهي وكلنا على نظريتها فكرة عندنا الأنماط دي، يعني كل واحد في كل بيطلع عيلة عنده نمط بتلاقي حد كده. اللي هو ايه على طول كده أنيقة في نفسها، ولكن البيت مش مشكلة، أهم حاجة أنا، هو هيجي اللي يشوف البيت ولا هيشوفني أنا، فأنا صح. المهم. او العكس، اللي هي تلاقي بيتها فله فله، يعني زي ما بيقولوا كده القطنه ما بتكذبش، تحطي القطنه كده وما تطلعش الهواء، لكن هي كشكل ومظهر وكريحه صعبه جدا تتعاملي معاها نهائيا. اما بقى النمط الثالث الاصعب واصعب واصعب بكتير، اللي هي لا نظيفه في نفسها ولا نظيفه في البيت والدنيا ضايعه نهائيا. فكلمينا عن ال3 انماط دول يا استاذه اشجان. خلينا نقول أول نمط اللي هو مبهدلة في البيت ومظبطة في نفسها. هي التلاتة المحرك الأساسي فيهم هو قناعة. قناعة. أنا قناعتي الشخصية إن أنا لما هلبس وأتزوق، وبيبقى في عامل جزء مهم للزوج. يعني في أزواج تقول لي أنا ما يهمنيش البيت وما يهمنيش تبقى طبخة وما يهمنيش كذا، أنا يهمني لما أدخل ألاقيها متمكيجة وعلى سنكة 10 ولابسة وحسن الاستقبال. هو مم. اداها المفتاح بتاعه، ولكن هو بالنسبة له الأمور التانية مش مهمة أو مخليها ثانوية. فهي أتقنت هذه الجزئية مم. واشتغلت عليها أوي. فهي قناعتها إن أنا لما أملى عين زوجي والحاجات التانية بسيطة. غالبا الشخصيات دي بتبقى مش هقول باردة، هادية، ما بتفرقش اه معاها حاجة. شايفة اه. على فكرة هي دي مش ما بتعرفش تعمل، هي بتعرف، ولكن هي يا مرحلة الأمور دي يا مكنسلاها أصلا، يا إما شايفة لها مش أهمية. يعني إحنا هنروق، يعني واحدة مرة قالت لي بتروق السرير وترجعي تبهدل تاني، وبنلم اللعب والولاد بيكبوها تاني، والطبيخ لا بنعمل نسيبها عادي. يعني. فقالت لي مش مشكله، مش لازم كل يوم كل الكلام ده يا خالته، مش مم. لازم. فهي طبعا هي قناعه، هي بتكلمني بجد، هي مش اه. يعني
هي شايفه. فقالت لي يعني ابقى عارفاه وواقفه قدامه وماليه عينه وكل يوم بتجدد وكل يوم بتعمل ايه وتغير ايه وجايبه شاريه ايه واضاءات ايه وعامله اللي في نفسها، ولكن مغطيه هذا الجانب بشكل كبير جدا بشهادته، ولكن الجوانب الاخرى هي شايفاها عادي. يعني احنا قاعدين في البيت، هو احنا واحنا ناس هتجيلنا ولازم احنا على طول يعني نعمل الكلام ده. فهي دي اول نقطه في الثلاث انماط بتبقى القناعه، وتاني حاجه التربيه، وتالت حاجه الطبيعه الشخصيه. فالثلاثه دول هم الثلاث انماط، محركهم في كل حاجه هم الثلاث حاجات دول، قناعتهم الشخصيه الثلاث حاجات دول خاصين بالنمط الاول. طيب لا خاصين بالثلاث انماط، خاصين بالثلاث انماط اللي هو التعود، هم قناعتهم، انا قناعتي. وتاني حاجه ان هي فكره طاقتها الشخصيه وتربيتها، يعني هي متربيه. دول اساسيين. فكره ان هي بتعمل، انا بعمل عشان شايفه ان دي الاولويه، انا بعمل، انا شايفه ان مفيش حاجه تستاهل اهتم بيها غير ده، فعندها القناعه دي. هل الزوج دايما؟ يعني هي بس هو ترويج لفكره ان هو الزوج دي اللي بتتقدر، بس مش دايما والله. يعني هو هيفضل، بس هو عايز الجوانب الاخرى برضه. فهي عندها بقى من القدره ان هي يعني تغطي هذا الجانب عنده، ولكن الجوانب الاخرى مقصره فيها. بعض الناس بتعديها وبعض الناس لا. فده بالنسبه للنمط الاول. النمط الثاني اللي هو مرعب على فكره، اكثرهم رعبا، اللي هي نظيفه قوي في البيت وهي لا. هو ده اللي بيجيب المشاكل، هو ده اللي بيبقى مرعب. ليه؟ لان هي بتبقى شويه راحه لوسوسه نظافه، شويه راحه ان هي اهتمامها بالمظهر. دي ناس بتبقى هي باصه الموضوع، الولد ما يرميش فتفوته، الولد ما يكبش لعبه، اللعبه تتعمل تتلم، الطبق ما اعرفش ايه، الكلور وريحه الدنيا كلها كلور، وهي شخصيا من اعرف كلوره. فهي عارفه، هي بقى بتبقى اوفر. يعني هو زوج يقول لي بس يا استاذه اشجان هي بتخلي زي ما انت قلتي ما فيش الياسمينه تقع على الارض، لكن هي شخصيا انت ما تقدريش تقعدي جنبها. طب هو ازاي يبقى في توقيت؟ ازاي يبقى حد مهتم بنظافه حاجه يعني 100% وهو نفسه مش نظيف؟ هي بقى لاغيه نفسها. هو الدنيا بتيجي ان انا لاغيه نفسي، ان انا من كتر ما انا منقوعه في المنظفات ومهتميه قوي، انا حاسه ان انا ايه، مش لازم اتسرح، ما انا لماهم. الجلابيه عليا مش لازم اغيرها، هي اتبهدلت، ما هي اتبهدلت حاجات تنظيف. او انها لما تحب تعمل ده ما تقدرش من قمه التعب، يعني هي عايزه تاخد شاور بس مش قادره مثلا، او تقول لك ايه هغير الجلابيه عليا والبس جلابيه ثانيه، طب ما هو على عرق مثلا. فهي بالنسبه لها التنظيف، فكره النظافه هي شكليه بحته، والامر مرضي خارجي. انا عايزه الدنيا تبقى نظيفه، انا عايزه الستاير ما اعرفش كل يومين نازله، انا عايزه الارض بتلمع كذا، انا لابخه نفسي. هي طاقه واحده يعني. لما بنستهلكها، انت بقى وشطارتك بتستهلكيها العشرة في حاجه واحده، ولا 2 هنا و2 هنا و2 هنا، ولا 6 هنا و4. هي طاقه واحده، احنا هنجيب منين؟ فهي كل واحد. فهي التقسيمه دي يمكن الانماط دول هم دول الاكثر رعبا، لان هو داخل بيت نظيف واكلته نظيفه. لا ده احنا عندنا النمط الثالث كمان، يعني سريعا قبل الختام احنا عندنا النمط الثالث، يعني الثالث لا ده يعني ما فيش ده ولا ده. هو ده المشكله في النمط الثالث ده، الكارثه عدم الاعتراف بالازمه. يعني هي شايفه الدنيا ايه المشكله، يعني تلاقي ناس بتحارب عشان توصل لها موضوع العرق، توصل لها موضوع النظافه الشخصيه، ان النظافه من الايمان، ان من حسن اسلام المرء. انت بتتكلمي على ناس تبقى وقوره فعلا، وانت متضايقه جدا من اهم الامور، الابجديات النظافه مش موجوده فيها. انت شايفاها هي شخصيا وبيتها، وتلاقيها هي متعلمه. انا اعرف ناس معاها ماجستيرات والله، وفي ناس بسم الله ما شاء الله وهي استاذه في الجامعه، هي قامات ما شاء الله فعلا فعلا. وهي بقى عندها الازمه دي، عندها الازمه ان هي شايفه ان كل حاجه مين قال ان ده ازمه؟ عادي، ما انا كويسه، عادي الهدوم بقى البسها، خلاص. هي شايفه امور اخرى مهمه، اللي هي مثلا طلب العلم، اللي هي بسم الله ما شاء الله ان هي العلوم الشرعيه، او ان هي مثلا في مجالها هي متفوقه، اهتمامها بابنائها وتربيتهم. ماشي، انت مهتميه بجانب وسايبه غفله الجوانب الاخرى. وعلى فكره هي بتزرع في الولاد ان الامر النظافه. انا اعرف ناس هم شايفين ان ما نافورش، ما نبقاش يعني عادي، ما ماما زي ثانوي انا اهتم بكذا واهتم بكذا، وتلاقيه مش مهتميه تعلمهم. البنت داخله على البلوغ واهتمام بالشكل والنظافه والابجديات دي مش موجوده. فبالتالي ده النمط الكارثي، ده النمط اللي هي الزوج ما ينفعش يلمح، ولو لمح يبقى لازم كلام صريح. بالظبط. فده مرعب النمط الثالث ده برضه.
تمام، تمام. فربنا طيب أستاذة ييسرنا. أشجان، إحنا لسه معانا يعني محاور كتير وتساؤلات كتير، وماذا لو الأمر ما اتعالجش؟ الزوج يعمل إيه؟ وإيه الأثر على الحياة الزوجية؟ وهل الموضوع فعلًا ممكن يأثر على الحياة الزوجية والّا لأ، والّا إحنا مكبرين الموضوع والّا إيه النظام؟ هنعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة. باشكرِك جزيل الشكر أستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية، على وجودِك معانا، شرفتينا ونورتينا. والحقيقة كما يقال إن الزوجة هي روح البيت، وهي مفتاح استقراره، والإهمال سواء في نفسها أو في بيتها مش بس بيأثر على زوجها وعلى أولادها، ده هيأثر عليها هي شخصيا، سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد. واللي عايزة بيت يكون سعيد وعامر بالهدوء والسكينة، لابد إن هي تحافظ على نظافته وعلى هدوءه وعلى ترويقه. ما بنقولش إن أنت تضيعي صحتك في التنظيف كل يوم كل يوم، ولكن في مستوى معين في النظافة وفي الهدوء المفروض ان انت ما تقليش عنه. لازم يكون بيتنا نظيف. احنا كمسلمين احنا عنواننا النظافة، ما ينفعش ان انت تكوني بيتك مش نظيف. النظافة مش رفاهية، النظافة عبادة وسلوك حياة المفروض ان احنا نكون بنتبعها. واولادنا بيتعلموا مش بس بالكلام، ولادنا بيتعلموا بالقدوة، واللي بيشوفوه قدامهم بيقلدوه. وخصوصا لو انت بتربي بنات، هيبقى عليكي مسؤولية كبيرة، انت راعية ومسؤولة عن رعيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعل بيوتنا وبيوت المسلمين اجمعين قبلة، وانه يجعلها فعلا نظيفة ومؤهلة ان احنا نقدر نقعد فيها ونعيش فيها بسكينة وراحة. الزوج يعمل ايه لو هو بيمر بحاجة زي كده، وازاي العلاج لحاجة زي كده؟ هنعرف ان شاء الله في الحلقة القادمة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.